إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. برابر رزقانم لبروغرامي زاد بابتي شريعة وفقه وناغي كم جيشونة لا بري شلوهاش الغسل. فرما مستسوران. الغسل لغة سيلان الماء على البدن مع الدلك. غسل لزماني عربية أويك أو بسر لاشتها بروا لقل دلك كردنيا يعني ساوينيا والله. وشرعا إفراغ الماء الطهور على جميع البدن بنية رفع الحدث. ولا شرع شاء أويك أو بكي بهمو لاشتها بنيتي أويك حدث روداو لسرخوت هلقري يعني لشقراني لسرخوت هلقري. موجبات الغسل أوشتاني كغسل واجبك يعني فرزيكا لسرد كغسل بكي خروج المني متدفقا بلذة بجماع أو احتلام. درچوني مني لجيان بلزتو بهيزة ودرچ لجيانت يتر بهوي جماع وبه يا بهوي خوتنا وبه خو بك يعني خو بينين وبه. لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. لبرفر ما يشتكي في غمري خاص الله سم كافرمي خوش وردن لهاتنوي آوى يعني الماء يعني بكاريناني آوي غسل شي كاتي فرض بلا سرد من الماء يعني لو يك إنسان آوي هاتوا آوي شهوتي بيتوا بيستا غسل بكاو قوي بشوا. ولحديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. لمر حديثكي أمي سليم رضاي خوي لبيه كوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دانشتبو بيوت وتي أي بيغمري خوا آية آفرد غسلي لسرا أجر لشيجران بو أجر خوي بيني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي بلي أجر آوي بيني أويش غسلي لسرا. من موجبات الغسل ثانيا علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال. هروها إيك كيتر لو شتانيك غسل واجبكات بريتيا لوي كوا جماع بكريه واتا ذكري بياو يعني اندامي نيريني بياو تي كلبا اندامي مينيني افرد ببه اگر چی آویش نیتوا اگر چی لشگرانیش رو ندا هر بيويستا يعني كاتيالين لشگراني مقصد من اويا كوا اگر راحتيش نبيت يعني هر جوان اگر راحتيش نبن هر بيويستا بي لسريان خويان بشورن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرفر ما يشتكي في غمري خوشوي اسمه صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. بله لبرفر ما يشتكي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوا أفرمي أجر إنسان لبيني شواربلي آفرتا دانشت يعني خيزانكيا فاشان ختنة دايلة ختنة يتديارة ختنة بياو ختنة آفرت ديارة أو غسل واجب أبيه للرواياتي كيشايان للفظك هاتوا عليه حتى أجر آويشيان نيتوا حتى أجر راحتيش نبن. ثالثا الحيض. سيم لو شتانيك غسل واجبك بريتيا لا سوري مانغاني آفرت. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال. بله لا دليل من طبعا لسرويك حيض غسل واجبك يعني باق بونا ولا حيز يعني اگر باق بويتا ولا حيز واجب غسل بك يعني آفرت بيويس لسري غسل بك بلغ من حديثك عائشة كوا أفرمي فاطمة كشي أبي حبيش توشي نزيف هاتبو توشي نزيف أم استحاضة تستحاض معناه حيضنية بمعنى النزيف آفرتان دي خيانة شركية يعني خيانة شورية الله توشي أو نخوشي هاتبو جابر سياري لبيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمريش فرموي ذلك عرق وليست بالحيضة بالحيضة فرموي أما عرق واتا بشراني دمارك يعني جورك لجوركاني نخوشي أما بيوندي بحيضة ونية يعني بسوري مانغانا ونية. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فرموي أجر كاتي حيض هاتا في الشوا وازن نيوش بينه يعني أو كاتا وازن نيوش بينه أو كاتا وازن نيوش بينه أجر حيض هات. وإذا أدبرت فاغسلي وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. أم جا فرموي أجر
حیضەکە تێپەڕی کرد با خوێنەکە شت مابێ ئەگەر خوێنی حیزەکە کۆتایی پێهات ئەوە ئەم خوێنەکەی تریش مابێ هەر ئەبێ خۆت بشۆیت و خوێنەکە بشۆی خوێنەکە پاکەیتەوە و ئەبێ نوێژ بکەیت طبعا خوێنەکەت پاک بکەیتەوە مقصد ئەوەیە کە خۆت بشۆی يعني. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمری بە حەبیبە کرد لە حەدیثەکەی عایشە کەوا لە پاش سوڕی مانگانە خۆی بشوە. وتبالغ الحائض في الدلك الرأس في غسلها. طبعا فرقی بینی غسلی لەشگرانی ئافرەت و غسلی حیض ئەوەیە لە کاتی حیزەکە زیاتر ئەبێ سەری بشوە بەلکەکانی زۆرتر ئەکاتەوە يعني بەس لە کاتی غسلی لەشگرانیە پێویست ناکە هەموو پەلکەکانی بکاتەوە هەر بند سەری تەڕ ببێ کافیە بەس لە کاتی غسلی حیضە زیاتر خەریکی خۆی ئەبێ. وقت غسل الحائض چی کاتێ حائض ئافرەتی پاکە بێتەوە لە سوڕی مانگانە چی کاتێ خۆی پاکە کاتەوە یا خۆی ئەشوا چی کاتی خۆی ئەشوا. الواجب على المرأة أن تغتسل بعد انقطاع الحيض. واجبە لەسەر ئافرەت خۆی بشوات دوای ئەوەی کە حیزەکەی کۆتایی پێتێ. فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها. لم يصح غسلها يعني ئەگەر بێت و پێش ئەوەی کە پاک ببێتەوە بە کاملی خۆی بشوە غسلەکەی حەساو نییە صحیح نییە دروست نییە. لقوله تعالى لەبەر فەرمایشتی خوای پەروەردگار ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. بەڵێ سورەتی بەقەرە ئاەتی 222 ئەفەرمێ نزیکی ژنەکانتان مەبنەوە کاتێ لە سوڕی مانگانان هەتا پاکە بنەوە جا دوای پاکبوونەوە ئەگەر خۆیانیان شۆرد ئەو کاتە ئەتوانن لەگەڵانە دروست ببن و جیماع بکەن. رابعا یەکێکی تر لەوانەی کە غسل واجبەکە النفاس زەیسانیە پاش مناڵبوون وهو الدم الخارج مع الولادة. ئەو خوێنەیە کە لەگەڵ مناڵبوونا دەرەچێ أو بعدها یا لە دوای مناڵبوون دەرەچێ أو قبلها بيومين أو ثلاثة یا جاری وایە یەک دوو ڕۆژێکیش ئەو زەیسانیە پێشی مناڵبوونەکەکەوێت جاری وایە ڕۆژە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ پێش مناڵبوونەکە ئەو خوێنە دەست پێکە. أما الدم الذي يخرج أثناء الحمل أو آخره بدون طلق فهذا ليس بدم نفاس. ئەو خوێنەی کە لە کاتی حەملە دەرەچێ یان لە کۆتایی حەملە دەرەچێ لە گیانی ئافرەت بەڵام تەڵقی لەگەڵانیە یعنی مناڵبوونەکەی لەگەڵانیە بەربوونی مناڵەکەی لەگەڵانیە ئەوە خوێنی نیفاس نییە ئەوە خوێنێکی فەسادە پێوتێ دەمی فەساد ئەوە ئافرەت نوێژی خۆی بەردەوامەکە و ڕۆژوش ئەگرێ. والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض. بەڵگەمان لەسەر ئەوەی کەوا غسل لە زەیسانی واجبە چونکە غسل جۆرێکە لە جۆرەکانی حیض. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت لعلك نفستي. بەڵێ لەبەر ئەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەبینی ناوی حیضی ناوی نیفاسی لە حیض ناوە. عایشە خوای لە ڕازی بێت کاتێک کە تووشی حاڵەت کات پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی لعلك نفستي يعني لەوانەیە کەوتویتە زەیسانیەوە يعني عایشە حاملە نەبووە تا بکەوێتە زەیسانیەوە يعني مەقسەد حیزە لەیرە يعني ناوی زەیسانی بۆ حیز بەکارهێناوە معناه دروستە يعني حیز جۆرێکە زەیسانی جۆرێکە لە جۆرەکانی حیز. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض. علماء إسلام إجماعا كردوا كوا وغسل واجبة للنفاس وكو چۆن لە حیز واجبة. خامسا الموت. پێنجەم لەو شتانەی کە غسل واجبەکە والوجوب في الموت. بەڵێ پێنجەم لەو شتانەی یەکێکێتر لەو شتانەی کە ئەبێتە مای ئەوەی کە غسل واجب بێ لەسەر دەوروبەرەکەی لەسەر خۆی ناچووکە خۆی ناتوانێت غسلکە مردنە. والوجوب فيه يتعلق بالحي. واجبنەکە و کاتە لەسەر زیندوەکانە نەک لەسەر مردوەکە خۆی. لأن الميت انقطع تكليفه بالموت فيجب على الأحياء أن يغسلوا موتاهم. ئەو کاتە مردن ئیتر کەسێک مرد تەکلیفی لەسەر هەڵەگیرێ ئەو کاتە واجبەکە ئەبێ لەسەر زیندوەکانەوانەی کە لە دەوروبەری ئەون کەوا مردوەکانیان بشۆرنەوە. والدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت. دليلەکەمان حەدیثەکەی أم عطية خوای لە ڕازی بێ کەوا فەرمووی دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ژوورەوە لە کاتێکە کە زەینەبی کچی وفاتی کردبوو ئەمان خەریک بوون ئەیان شۆردەوە هاتە ژوورە بۆ لایەن فەرمووی اغسلنها ثلاثا. اغسلنها اغسلنها ثلاثا
أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. فرمووی بیشۆرنەوە 3 جار یان 5 جار یان لەوەش زیاتر دروستە بیشۆریتەوە بەڵام تیق بێ حەوت مەسەلەن زیاتر بەچی بیشۆرنەوە بە ئاو و بە سیدر بە ئاو و تۆزیە سیدر و گڵای نەبەق تێکەڵیکەی بۆی بۆنەکەی خۆش ببێ ئێستا سابوونی ڕقی بەکاردێرن بۆ ئەوە وجعلنا في الآخرة كافورا آخر جارەکەشی بۆنی کافوری تێکەڵکەن بۆ لە هەم بۆ جەستە هینەکات قایمەکات بۆی زوو بۆن نەکات زوو پێستەکەی هین نەبێدانە بەڵکێ کافور زۆر گرنگە بۆ حاڵەتانە حەقا لە هەموو شوێنی مردوشۆرێکە کافور هەبێ و سیدریش هەبێ سیدریش ئەگە دەستکەوێ شتێکی چاکە. قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته بعرفة اغسلوه بماء وسدر. ئەو کابرایی کە لە کاتی عرفەیە لە کاتی حەجا حشتەکەی لە قەیدا لێی کوشتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی بیشۆرنەوە بە ئاو و بە سیدر. فائدة إثرائية. فائدەیەکی دەوڵەمەندکەر لێرەیە حكم تغسيل السقط. بەڵێ فائدەیەکی دەوڵەمەندکەر لێرە باسی چیمان بۆکە باسی ئەوە ئەکا کە حکمی شواردنەوەی مناڵی لە بارچوو. إن نفخت فيه الروح غسل وإن لم تنفخ فلا يلزم تغسيله ونفخ الروح يكون ببلوغ الجنين 4 أشهر. ئەو مناڵە گیان نەچووە بەریا ئەوە واجب نیە شۆردنی بەس ئەگەر گیان چووە بەریا ئەوە پێویستە بشۆرێتەوە وەکو زیندوەکان. الأغسال المستحبة. ئەو غوسلانەی کە سونەتن. إسلام الكافر. ئەگەر کافر مسلمان بێ سنەتە خۆی بشوە. والدليل حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قيس بن عاصم كاتي مسلمان بو بيغمري خاص الله وسلم أمري فكر بآو بسدر خوي بشوا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. أبو هريرة جرتك ثمامة كاتي مسلمان بو بيغمري خاص الله وسلم أمري فكر كغسل بكا أيش خوي شورد ودور كات ميوجي كر. بعد تغسيل الميت. دواء أوي مردود شورد والسنة خد بشوي فرز نية بس سنته. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هر کس مردوی شورد و پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم او با خوی بشوات و هر کس یکی شالی قرد بعد از یونش بگریتوا. اما طبعا علماء باجماع علين اما ما بس السنة انك فرز بله. من افاق من اغماء. هر کس یک لبی هوش تو نوا كاتب هوش اتشيو لهوش خوي اتشيو لو داديته هوش خويا او كسيك ابوريتوا يعني لهوش خوي اتشيو كديته هوش خويا سنة خوي بشوا. لما في الصحيحين لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. لبر حديثكي صحيحين كعائشة فرمي كاتب پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بارگران بو لکاتی نخوشی سر مرگکیا پیغمبری خوا خوری لخوی نما يعني بورایوا دوایوا کهات وشی خویا فرمی خلکی نوجیان کردوا وتمان نخیر ای پیغمبری خوا چاوری تون پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی آم بو بخنه سر لسر قازان یکیان او شتێک ئاوی پێگەرمەکەن ئەڵێ ئێمەش ئاومان بۆ خستە سەر بەڵێ. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء أي ينهض بثقل فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا ماء في المخضب فاغتسل. بەڵێ ئەفەرمێ جا ئێمەش بۆیمان خستە سەرەوە خۆی شۆرد و هات بڕوا بۆ پێشنوێژی هەر سایەپا جارێکی تر بێهۆش کەوتەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ماوەیەک و ئەم جا کە هاتەوەشی خۆیان فەرمووی خەڵکی نوێژیان کردمان ئەی پێغەمبەری خوا نوێژیان نەکردووە چاوەڕێ بەڕێستن فەرمووی ئاوم بۆ بخەنە سەر لەسەر یەک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەموو جارێ خۆی شۆردەوە. بەڵێ. من أفاق من جنون. هەروەها کەسێک ئەگەر شێت بێ و هاتەوەشی خۆیان سنەتە خۆی بشوە. قياسا على الإغماء، فإذا شرع الاغتسال بالإغماء فالجنون من باب أولى. أما قياسا كردوتە سەر بێهۆشبوونەوە کە کەسێک ئەگەر بورایەوە پێویست بێ لەسەری خۆی بشوە طبعا شێتی لە بورانەوە زیاتر قوولترە یعنی بۆیە ئەمیش پێویستە خۆی بشوات وەکو قیاس. كل 7 أيام. هەروەها هەموو 7 ڕۆژ جارێ ئینسان خۆی بشوە بە تایبەتی جمعەکان يعني. ففي الحديث المتفق عليه: حق على كل مسلم أن يغتسل
في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حق لسر همو مسلمانيك كوا خوي بشوا هر حوت رجالك خوي بشوا سري وهمو لا شيء بشوا. ويستحب غسل الجمعة وقيل يجب، كما يستحب غسل العيدين والمستحاضة لكل صلاة وعند الإحرام. هروها سنة غسل الجمعة طبعا لا إمام أحمد لقولك إمام أحمد واجبة، وهروها سنتيشا خوشوردن بو هردو جاجنكا او كوشون بو جمعة بو هردو جاجنكاش سنته، وهروها سنتيشا أو آفرتيكا استحاضية حمون يجيك خوي بو بشوات، وهروها عند الإحرام وسنتيشا كاتك الروي بو إحرام يعني كاتك إحرامك بو عمريان بو حج كاتك لكاتي إحرامشا سنة إحرامي حج بها عمره به سنة إنسان خوي بشوا. صفة الغسل شوازي غسل بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. أولا النية والتسمية. يكم نيت بيني نيتي غسل دعاء بسم الله بكي. ثانيا غسل كفيه 3 هرد يعني لبت بجواني بشوي. ثالثا غسل الفرج. أمجا تاراتي تشاك بقري. طبعا بوشي لواني ليرة زوجة أو برسالة دروز ببه أي باش إنسان تارات بقري أمجا دسي بشوا. نا دست بشو شو أو منطقة زور حساسة. بابا دسي بيسيو دسي بيو مدى. وهو الحديث بيغمرات وصل. إنسان دسي بشوا سيجار أمجا تارات بقري إمجا دعاء هم دس بشوروا. بله. رابعا الوضوء كوضوئه للصلاة. أمجا دزنيوش بقري وكوشون دزنيوش نيوش أقري. خامسا الحث على رأسه 3 وتخليل أصول شعره. أمجا أو بكي تسرتها سيجار وبتايبت دس بخيت الناو بني قشد بني توكا كاني لاشد. سادسا تعميم البدن بالماء بدءا بالشق الأيمن ثم الأيسر. أمجا أو بكي تهمو لاشتا السنة ويا يكم جالاي راست حتى خواروا أمجا لاي تشبت حتى خواروا ولا أخير شا هردو بيت أشوي لا آخر شا هردو بيت أشوي. الأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. باش أصل لما حديثك صحيحينك طبعا شن حديثك معناه لم باروا شن حديثك معناه لم باروا يكيك لو أنا حديثك عائشة خويل الرازي بك وأفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كانت غسلي بكر دا لاشقراني يكم جاء هردو دسي شورت أم جاء آوي بدسي راسي أو كاتب طبعا شتك نبوا هربو شوازة بوا آوي بدسي راسي كده دسي تشبياو عورتي خوي بجواني الشورد وتارات يقر أم جاء دزنوجك الركوبيك يقر بوا كوتشون بونيوش دزنوجك أم حديثاني كهاتون درباري غسلي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بلا خيزانة كاني وهاتو جاء أقاتن ليبي بالله. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر. دوای ئەوەی دەستنوێژی گرت بە جوانی ئەمجا ئاو هەڵەگرێ لەگەڵ خۆیان یعنی سە دووش هەیە یان مەسینە یان ئەو شتانە پێویستی بەوە نیە ئاو هەڵگری لەگەڵ خۆتە یعنی ئاوەکە هەڵگری تو بیکەیتە سەرتا هەر ئەو شتانە ئەگەر حاڵەتێکی ئەو زمانەی پێغەمبەر هاتەوە ڕۆژە لە ڕۆژان ئاوەکە هەڵەگری بکەیتە سەرتا پێشا سەرت تەواوەتی کە بزانی ئاو گەیشتە بنی سەرت و بە تەواوەتی سەرت شۆردووە. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. دوای ئەوەی کە دڵنیا بوو کە پەنجەی خسە بن قژی بە تەواوەتی ئیتر قژی ئین بوو ئەنی وەکو بڵێ لە یەکی کردەوە حازری کرد بۆ ئەمجا ئاوە کاتەبانیا على سائر جسده ثم غسل رجليه. ئەمجا ئاوە کاتە سەر هەموو لاشەیە و ئەمجا لە ئەخیری شارد و پایەشوە. وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. لروايتك تراتو عليه دوای ئەوەی کەوا دەسەخاتە ناو قژی بە تەواوەتی کە دڵنیا بوو ئەوە ئیتر بیخی یعنی بنی قژی تەڕ بووە بە تەواوەتی ئەمجا ئاو سێجار ئاوە کاتە بانسەریە. معلومة؟ صفة غسل المجزئ يعني أما طبعا هو باس ما كان السنة أو سنة فرض تكلا بلام أويك كافية يعني ستو يك نازاري حزقا بي بلي شي غسل كده ركعه تواو زور تفاصيلي ناوي أن ينوي نية ضرورة يكسر نيتي يعم بدنه بالماء أم جاء وقاتها ملاشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي خذ هذا وأفرغه عليه.
ئەوە بۆ بیکە بان خۆتەوتەوە ئەیتر ئەمە قوولکردنەوەی ناوێت. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.